ايه هو معنى ويل لكل همزة لمزة؟ وهل في فرق ما بين همزة ولمزة؟ معلومة كل يوم. يلا بينا. ويل لكل همزات لمزة، ويل يعني عذاب وهلاك. طب عذاب وهلاك لمين؟ لكل همزة لمزة. طيب مين هم الهمزة ومين هم اللمزة؟ هنبدأ بالهمزة الأول. الهمزة اللي هم بيغتابوا الناس بس افعال ازاي برضو؟ يعني مثلا انت عارف مشيه واحد صاحبك مثلا، فانت قاعد مع اصحابك فقعدت تقلد المشيه دي وقعدتوا تتريقوا. عارف مثلا نظره واحد صاحبك او بصته فقعدت تقلد البصه دي، كده انت بتغتابه افعال اللي هي الهمزه. طب واللمزه؟ اللمزه اللي انا اغتاب واحد صاحبي بس باللسان، اقول عليه ده في كذا وفي كذا وفي كذا واقعد اغتابه بكلام مش كويس وهو مش موجود. فده ويل يعني عذاب وهلاك للي بيعمل كده، ربنا يعذبه وبيتوعده بالنار. ومن صفاته برضه الذي جمع مالا وعدده، اللي هو بيجمع في فلوس وعمال يجمع في الفلوس ويعينها، وكل يوم يبص يشوف انا كسبت كام، احنا وصلنا لكام، مليون 2 مليون، وما بيطلعش حق الفقير ولا بيطلع الصدقات ولا الزكاه ولا بيطلع اي حاجه. الذي جمع مالا وعدده، عمال يعد في الفلوس بتاعته وما بيطلعش حق الفلوس دي. يحسب ان ماله اخلده، يعني هو مفكر ان بفلوسه ديت هيخلد في الدنيا مثلا، او هيفضل عايش على طول، مفيش اخره بقى ومفيش يوم قيامه وخلاص بقى انا ايه هفضل عايش في الدنيا. فربنا يرد عليه يقول له كلا لينبذن في الحطمه، يعني هيترمى في النار. ما تفكرش ان انت بفلوسك ديت او بالجاه والسلطان اللي انت فيه ان انت هتخلد في الدنيا ولا حاجه، لا لا لا، ده انت جاي شويه وماشي. وان شاء الله هنكمل بقيه الصوره في الفيديو الجاي. ما تنساش الفولو، صح؟ ايوه كده.